جود مورنينج. اضوي الهواي صراحة الجو. يا صباح الخير، يا صباح النور والسرور والورد المنثور. صباح الخير. اليوم هو اول يوم مدرسة، هذا اليوم الوحيد اللي بتلاقوني متحمسة فيه للمدرسة، يعني باقي الايام لا، لانه هذا اليوم ما بندرس فيه. وكمان اول اسبوع قالوا الوزارة قالت انه بده يكون اشي للنفسية، يعني هيك يشجعونا نفسيا. يلا شاله، شكلي حضل بدل يوم متحمسة اسبوع متحمسة عشان ما في دراسة. حبيت هيك اعملكم فلوج اعيش معاكم يومي، منه بتضل ذكرى لانها اخر سنة، ومنها انه يعني بتعيشوا معي يومي وهيك. اول اشي بدي اتمناه اليوم هو انه يكونوا صحباتي معي بنفس الصف، مع انه احساسي قلبي بيقول لي انه كل واحدة فينا بصف، لانه السنة اللي فاتت كتير هيك بين، يعني كل المعلومات صاروا عارفين انه احنا شلة، فان شاء الله ما يكونوا فرقونا. السنة هاي مش حتكون سنة عادية. ليه؟ لانه صار عندي اخ صغير بالمدرسة، كريم صار صف اول، فصار علي اني اهتم فيه. انا بحالي ما كنت اهتم، بدي اهتم فيه وبحالي. ما علينا، هلا الساعة 5:30 الفجر، صحيت شوي بدري عشان اقدر اصور لكم كمان، مع انه حاسة يعني عن جد بحرقوني وفايتين ببعض. شو زمان عن النشيد الوطني تبع المدرسة، تررم فدائي يا ارضي يا ارض الجدود فدائي. طيب اول اشي حنسويه بيومنا هو انه بدي اروح اسخن مي عشان اعمل شاي. انا مش من عادتي اشرب شاي في الصيف نهائيا، ما بحب اشربه، بس دنيا ليل لسه الساعة 5 الفجر، فبحس الجو منيح للشاي، منه اجواء صباحيه. فخلينا نروح على المطبخ. هلا انا عن جد ما عندي ادنى فكره ليش مطبخنا ما في ضوء ابيض. طلعوا الضوء اللي قدام المطبخ، طلعوا الضوء هاد، استنى زهري. المهم ما بدي اعمل ظل على وجهي فرح اسكره. هاي كمكوم بدي اعبيه مي. انتو شو بتحكوا عنه؟ احنا بنحكي عنه كمكوم. حس الاسم اللي احنا بنحكيه كثير غلط، يعني كمكوم اسم مش منطقي. المهم بدي اعبي الكمكوم مي ونبلش نعمل شاي. نشغله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كوب القمر طلع ما احلاه، وتدلع يا كايتهم. جبنا الشاي. هاي العلبة بحس بتدل على كل اشي بالدنيا الا انها شاي، يعني عليه فواكه، مش عارف شو علاقته بالشاي صراحة. الله الريحة. المدرسة تقولك يلا تعال تعال يا بن الحلال، لا ما في مجال، تعال تعال. بما انه معي كتير وقت بفكر اشرب الشاي وانا بشوف ردودكم على انستغرام اخر ستوري نزلته، فبدي اروح اقعد. فهاي المرجحة اللي كانت بغرفتي نقلتها وجبتها على المطبخ. مش عارفة ليش، صار ما عندي فكرة يعني مين بده يتمرجح هو بالمطبخ، بس هيني قررت اتمرجح بالمطبخ. طيب هلا عندي للفطور خيارين، نسكويك، هذا نسكويك ايش بدي احكي لكم عنه، او الكورن فليكس الاوريجينال، هذا تبع الدين، تبع الناس الصحيين. هذا للناس الصحيين وهذا بالشوكولاته للناس اللي مش صحيين زيي. فبالامانه وبصراحه مش عارف شو بدي اخذ، اي واحد فيهم. بعد نقاش عميق مع ذاتي اخترت اني اكل نسكويك لانه بدي اشي فيه شوكولاته، يعني حبي للحليب تقريبا 7%، فنسكويك شوكولاته حيصير في شوكولاته في الحليب فهيحسن طعمه. وحاعمل هاد كمان، بس هذا حيكون لكريم لانه كريم بحبه اكتر. اول مره اشوف طفل بحب اشي اكتر من الشوكولاته. انا بحب اكله بمي بحليب بارد، تمام؟ فبعمله قبل بليله فانيلا عشان يكسر طعم الحليب لانه ما بحب الحليب. بحب اكله ناشف. احلى كريم. اوكي خلص كتير كترت له. تمام. جبت له طقم من هاي المعالق عشان اللانش بوكس وعشان عجبوني صراحه. فرح ابلش احط حليب. انا بالمره ما بحب يكون في كتير حليب. يا جماعه طلعت من المطبخ لانه صراحه الجو هناك كتير حر، فجيت على غرفتي. بدي اعمل لكريم تبعه صحن كريم ما عملته بالمطبخ، فرح احطه هون. نخلط. يلا نقعد نفطر ونرجع لكم. خلصت صحني. اسرع فطور بالحياه صراحه، ما اخذ معي 3 دقايق على بعض، بشبع، وهذا اشي كثير منيح لإلي لانه انا
حدا كتير بياكل. نروح نوديه على المطبخ، بدي البس الحفاية شوي. في ناسي جوالي بالمطبخ. هيا هلا رح اروح على الحمام الله يكرمكم عشان افرش اسناني. هلا تمام وجهي مغسول. هاي الصابونة يمكن احلى اختراع بالتاريخ كله، كتير كتير فادتني بهذا الصيف. بتمص الزيوت على الوجه بطريقة رهيبة، يعني انا حدا بيكره يشوف بشرته بتلمع، فهاي الصابونة بتسحب كل الزيوت. مش رح احط اشياء على بشرتي تخليها تقيلة لانه الجو صيف وانا هيك مش متحملة حالي. رح احط سان سكرين وبنفس الوقت بيكون مرطب، يعني في ترطيب وفي واقي شمس بنفس الوقت. هذا السان سكرين صار لي بستخدمه تقريبا قرابة 2.5 سنين اشي زي هيك، ولليوم ما غيرته، يعني خلص انا كثير بحبه. تمام هيك خلص وزعته على كل وجهي. اوكي هلا انتم بتعرفوا انه انا ما بعمل حواجبي، اوكي ما بحب اعملهم، فعلى القليل بدي ابين شكلهم مرتب. صابونة الحواجب وهاي الفرشاي. يا ربي نفسي مرة هالحاجب يزبط. تمام اعتقد هيك. طيب اخر اشي رح لا هاي انا اوريدي كل يوم بعمل فيها رموشي طالعه او مش طالعه، لانه مع الوقت بتطول لي حواجبي بتطول لي رموش. بعملهم لمده 10 ثواني عشان يكون الوضع تمام. اوكي شايفين كيف؟ خلاص اكتر من هيك ما بحط. هلا نيجي لزي المدرسه. زينا تبع المدرسه انتم عارفين حكيت لكم كثير مرات، هو عباره عن جلباب اسود او كحلي شال ابيض. اوريكم جلبابي وين انا علقته. هاي جلبابي هو اشي بيشبه الفستان الاسود، عادي هيك فستان له حزام اوكي ولونه اسود، بس هو جلباب مش فستان، بس انه قريب للفستان اذا بدكم، يعني ناس ما فهمت شو معناه او اشي. هذا الشال الابيض. فهلا خلوني البس ونلف الشاله مع بعض عشان كمان كتير بتسالوني عن لفه الشال اللي بعملها، فرح اورجيكم اياها. اشوفكم بعد ما البس. هلو لسه ما لفيت الشاله، قلت حنلفها مع بعض. هذا هو الجلباب زي ما انتم شايفين، يعني مش حتصدقوا قد ايه هي كثير سهله وابدا مش مستاهله تعليم. اوكي هذا الجنب حيكون اقصر من هذا الجنب. باخذ هذا الجزء برجعه لورا هاد هيك تمام، وبجيب دبوس وبربط من هان من جوا هذا الطرف هيك بهاي المنطقة عشان رقبتي ما تبين. تمام بحطهم بدبوس بس. فهايها من الجنب كثير سهله ما بدها اي تعليم. بحب الف هاي الشاله لانها بتلبق على كل اشي بلبسه، حتى على الجلباب كثير لطيفه، وبنفس الوقت كثير سريعه، يعني ما بدها اتعب فيها. الناس اللي بتابعوني من زمان بيعرفوا انه انا عندي حساسيه، فلما اطلع على المدرسه لازم اني البس هاي النظاره عشان احمي عيني من غبره من رمل من اي اشي بصير في المدرسه. يعني عن جد اذا بيوم ما لبست النظاره كثير بصيروا حمر وكثير بصيروا يوجعوني، فلازم على طول اضل لابستها. فبس هذا هو الفاينل لوك تبعي. بس انزل تحت بدي البس ساعتي لانها تحت مشحان. بعد جرابيني والاشياء هاي بدي اورجيكم كت اشي اليوم. هاي البنطلون تاع كريم وهاي البلوزه طبعا احلاها، طبعا هيكم زيهم للمدرسه. وكمان في هذا البنطلون الاسود هاي كريم اثبت وجود. وهذا القميص طلعوا ما اسكاهم. والبوت شوفوا البوت كمان، والجرابين اهم اشي جرابين جديده طلعوا معها. مساء الخير صباح الخير. لسه ببلش النهار. بدي اروح على المدرسه بالصباح المسائي. ايش يلا حبيبي يلا البس، انه لسه مش رابطه بوتي ولا شيء. يا ماما لبسيني. طيب هلا بعد ما انا لبست بدي اروح اعمل اللانش بوكس تبع كريم. بدي اروح اشوف شو بدي احط له في اللانش بوكس تبعه. انا اوريدي محضره له كم شغله براسي. هاي كيفكم جوا الثلاجة؟ حلو الجو؟ المهم هلا بدي اخذ له عصير. انا صراحة مش عارف شو بحب اكثر، بس مش مهم عندي شو بحب اكثر، كله عصير. رح اختار له عصير مانجا، بحب المانجا اكثر من الكوكتيل. طيب هاخذ له من هان عصير وفواكه. خليكم انتوا هان انزل تحت. جيب اللانش بوكس. اوكي هيا
اول اشي عملت له هدول اعواد الفواكه، كتير 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 حبيتهم. هاي جاهزة بس هاي لسه. اهم اشي ما تنسوا تكسروا هذا الجانب اللي بيكون مبوز عشان الاطفال ما يأذوا حالهم، فلازم نكسر هذا الجنب. رح اخذ هاي اللفة، فعملت له السندويش اللي بيحبه ورح الفه بهاي اللفة، لفيت له اياها ورح احطها هان. رح احط له الفواكه تحت، رح احط له العصير لانه ما في مساحة. خلص هيك اللانش بوكس بيكون جاهز. طيب يا جماعة خلص صحصحت الدنيا طلعت الشمس. هلا ضايل اني اطلع تقريبا 15 دقيقة اشي زي هيك. بدي اجهز شنطة كريم قبل بعتت على جروب الواتساب شو في اشياء هي بدها اياها، فبدي افتح الجروب اجهز له. هاي حنفوت على الجروب ونشوف. بكره كتاب اللغة العربية ودفتر العربي. هاي كتاب العربي حط لي اياه. هاي دفتر العربي. هاي اللانش بوكس. كيف نار والله نار. كريم حبيبي ما تعصبش بس تعال. هلا دور شنطتي. رح اشلح النظاره لاني حاساها بتعكس كثير على الكاميرا. هلا اول اشي مش حابه اغلط الغلطه اللي كل سنه بغلطها، انه ما بجيب معي دفاتر اول يوم. ومرات عن جد احنا عاده ما بندرس، بس مرات بندرس بكتب بكشكول وبكسر ابيضه، يعني على الفاضي الكشكول هذا بينرمي بالبيت وبيضيع. قررت شو اعمل؟ قررت اني اخذ معي دفاتر عشان الدفاتر كلهم بيشبهوا بعض. علمتهم من فوق لكل ماده لون، يعني انا عارف انه هذا عربي، هذا فيزياء، هذا كيمياء، هيك رح اخذ معي هدول لانه اذا اي معلمه كتبت اكتب بدفترها على طول. رح اخذ معي هاي المقلمه لانها هيك خفيفه، واذا حضرتوا فيديو تحضير المكتب شفتوا اني حطيت كل الواني وكل اقلامي على المكتب. وكثير سالتوني شو رح اخذ معي على المدرسه. هاي السنه مش حابه كثير انشغل بالتلوين بالمدرسه، فكل الهايلايترز والاشياء اللي بدي ادرس فيهم واحدد فيهم حيكونوا بالبيت عشان لما ادرس بالبيت. فبس بدي اخذ اساسيات يعني حتلاقوها فاضيه بس فيها كم قلم. اوكي رح اخذ من هان قلم ازرق من هدول، ورح اخذ قلم اسود من هدول. رح اخذ القلم الاحمر لانه صاير احب اكتب احمر ازرق اسود بس في الدفتر. باخذ مزيل. في علبة اسنان صح؟ اوكي رح اخذ علبة الاسنان هاي هذا القلم الرصاص. اوكي رح اخذ جلو لانه انا كتير بحتاجه بالصف، فرح اخذ واحد. اخر اشي حاخذ ستيكي نوتس من هدول فواصل. هي الغرة، هي قلم الرصاص، 3 اقلام الاساسيه الاحمر الاسود والازرق، مزيل او تبكس او طامس، كل فيديو بحكي لكم 15 اسم له. وهدول الاسنان للقلم الرصاص، هدول الفواصل. بس هدول اللي رح اخذهم بدي احطهم بالشنطه بهاي الجهه. اوريدي عبيت مطرتي من امبارح بالليل، كمان بدي احطها بالشنطه. عشان ما انسى هاي العلكه بالنعناع، كثير بحبها، ضروري تكون بشنطتكم اشي بالنعناع، يعني علكه بالنعناع، حلو بالنعناع، نعناع نفسه، اي اشي. هذه النوتس عشان اذا معلمه كتبت ملاحظه او اشي ممكن بس ارجع من المدرسه عشان احكي لكم كيف كان يومي وهيك. المهم باي باي.